ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده وخاصه جدا 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 في برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. النهارده معانا ضيف مميز جدا جدا جدا، جايبينه احتراف لمده حلقتين، يا نلحق نستغله يا ما نلحقش. الضيف ده مميز في الكوره الانجليزيه ولا التكتيك الانجليزي ولا اي حاجه. طب ولا الانديه الانجليزيه؟ لا، واحنا جايبينه عشان هو صاحبنا بس. طيب هنشوف، يعني هنتكلم مع الضيف ونشوف والله آراءه تحتمل النقاش ولا هنكمل الحلقة من غيره. ما خلينا نجرب. النهاردة الضيف ده مميز وإن شاء الله يعني الحلقة تحوز على إعجابكم، بس أهم حاجة ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب ونوزع بقى على أصحابنا في القهوة. زي ما قلنا لكم الضيف وصل. هو مش ضيف ولا حاجه، هو صاحبنا احمد خالد لودة عادي، بس هو عشان خبرته في الدوري الانجليزي والكره الانجليزيه ومهند مش معايا في الحته دي خالص. هنشوف اهو، فجايين ندردش معاه كده ايه ونستجوبه شويه استجوابات كده، صح ولا ايه؟ صح. هنعمل ايه؟ احنا النهارده المفروض الحلقه ان احنا نسال بعض اسئله، كل واحد عن الفريق اللي بيشجعه، وفي الاخر كل واحد هيدي سؤال للتاني للفرقه اللي هو بيشجعها. طب ما تيجي نبدا بيه. تعالى نبدا بيه، يلا نخش نشرح على طول. لا ما تتخضش، احنا هنبدا على طول. انا بشجع مين؟ انت بتشجع ارسنال؟ طب ماشي، ما احنا هنسال. ما نشوف. ماشي اتفضل. ماشي، ابدا انت. طيب هيبقى سؤالي عن ارسنال. اتفضل يا باشا. حلو كده. في تاريخ ما انت اتفرجت على ارسنال، مين اكتر لعيب اندر ريتد؟ يعني اكتر لعيب ما خدش حقه في النجوميه مع انه كان شايل جزء كبير قوي من الفريق. ده سؤال انا ما اتسالتوش يعني قبل كده، ثعباني. ما فكرتش فيه. ثعباني. يعني على طول الناس بتقول الاوفر ريتد بس الاندر ريتد لا. بس يعني حضر في دماغي، يعني هقول الاجابه اللي حضرت في دماغي على طول بما ان طب ايه. هل حضر كذا اسم وصفي؟ حضر ادينا كذا كده اسم. ماشي، خلينا نقول هو اول اسم جه في دماغي على طول كان ميرتساكر. ماشي. مدافع، ليدر، كابتن فتره طويله في النادي. كلنا عارفين الفتره دي ما خدناش فيها حاجه قوي يعني، يمكن كاسين اف اي كاب او حاجه، وبنطلع الرابع الحمد لله، الف حمد الف شكر. بس الفكره ان ميرتساكر كان كابتن، كان بيشد الفرقه زي اللعيبه مش ولا بد، هو كان بيشدها. فميرتساكر اول واحد حضر في دماغي. وعاده الدفاع اندر ريتد في ارسنال، لان كان كولكتيفلي على بعض كده الدفاع مش قد كده، بس هو عامه بتاع الدفاع كان في ارسنال اندر بس يعني مش حلوه. يعني بس انا مش هضحك على ارسنال الحقبه بصراحه، محتاج تضحك عشان انا معترف بالموضوع. ماشي. بس هو ميرتساكر خلاص ميرتساكر. يعني يمكن اللي يجي في دماغي بعديه هو تشيزني. اوكي. طول معانا حبه حلوين، ولما راح اليوفي سد مكان بوفون، ده يثبت انه مستواه كويس. عشان خد الكلام ده. انا بتكلم على لسانك معلش. تمام. ماشي. بس يعني هو ميرتساكر وتشيزني، فميرتساكر. اوكي. ماشي. انا هاجي لك بقى، انا سؤال تاني الارسنال برضه. احنا لسه ما عملناش حاجه. احنا لسه ما عملناش حاجه. احنا لسه بنبدا. لو قلت لك فتره ارسن فينجر، عشان احنا كنا عاملين حلقه على الموضوع ده، كنا منزلين ريل على الموضوع شفته وانت دخلت نكشتنا ده حقيقي في الكومنتات. ده حقيقي. فانا بقى اسالك على انت حضرت. وخد بالك اللي بينكشنا في الكومنتات ما بيسلمش. بالظبط. يعني كده احنا جايبينك اهو يا عم قدام الناس، مش مقتنعين بآرائك. لا انا هدافع عن نفسي. ماشي. اتفضل. فتره ارسن فينجر كانت فتره ناجحه ولا كانت فتره اوفرول؟ يعني ما تحددليش، ما تاخدليش تقول لي من كذا لكذا، انا عايز اوفرول فتره ناجحه ولا فاشله. ما هو بص، انا دلوقتي ما بين نارين، ما بين ان انا ابقى محايد وما بين ان انا احكم قلبي، فانا هقول الاثنين ونشوف بقى. خد بالك احنا جايبين لودة الخبير المشجع، يبقى نبدا بالمحايد. طيب فتره فاشله. بس عمر عين فتره فاشله، اي حاجه كده انا كداب. اوكي. الفتره فاشله ليه؟ لان ارسن فينجر زي عارف لما بنقول ان اللعيب لازم يعتزل في الوقت المناسب وهو في التوب فورم بتاعته، ارسن فينجر برضو كمدرب زي اللعيبه كان المفروض يعتزل في الوقت الصح.
او اتليست يعني يسيب ارسنال في الوقت الصح. هو ما سابش ارسنال في الوقت الصح، كان بعد ما عملنا بقى الاميريتس والقصه الشهيره بتاعت ان احنا بعنا النجوم عشان نسدد فلوس الاستاد والكلام ده كله، كان حافظ على الرابع، وده انجاز في حد ذاته لما تبيع مثلا 8 نجوم من فرقتك. كان بيلعب مروان الشماخ، بس ده انجاز بالنسبه لارسنال فانز، فاهم؟ انا واحد بحب ارسنال فتمام باشا، انت مخلينا لسه في الصوره. انما بالنسبه للستاندرد يعني اللي بنقيس بيها، لا الفتره فاشله. لو كان فينجر مثلا مشي اراوند مثلا 2010 2012 ماكسيمم، كان ممكن نقول ان لا شكرا لا بس برضو كانت برضو يعني خلاص، كانت بعد الانجازات اللي هو عملها في فتره. صح، بعد الانفنسبلز ما فيش غير النهائي 2006 والقبض، وسوري مشجعين برشلونه انتوا كسبتوها كده يعني. فبس شويه اف اي كابس 2 أو 3 ومع السلامه. بص انا بشبه ارسن فينجر زي كده، كان قائد السفينه بيعدي بيكوا نهر يعني طبعا تعبير مجازي لا جدا. لا حلو، وهو ما كانش حد ينفع يوصلكوا للناحيه الثانيه غيره. يعني لو كان حد خد ولسه الارسنال ما استقرش ومبقاش عنده يبني زي دلوقتي ارتيتا بيحلم بيتحقق له. صح. ارسن فينجر لو كان اتغير وجي واحد بدا يحلم عايز يبني مشروع مش هيعرف. هو كان لازم ينهي الحته دي. خدوا يا جماعه النادي هو على بياض، صح، وانا عملت اللي عليا. دي جمله واحد اتفرج على ارسنال فاهم. انت مالكش بقى جمله حلوه، ده ياسر بس اللي هياخد الجمله يا باشا عادي. هو قافش عليا من قبل ما يجي اصلا، فبراحته عادي. طيب اسالك سؤال تاني ماشي، بس ملوش علاقه بارسنال قوي او ارسنال نص نص. طب احنا مش هنبدل؟ ماشي يا باشا اسال. يعني علاقه بالارسنال واليوفي مع بعض. حلوه دي. من اليوفي مين افضل لاعب في تاريخ اليوفي كان نفسك يبقى في ارسنال، وفي انهي حقبه في ارسنال؟ يعني مثلا انت مثلا شايف حقبه اكزامبل الانفنسبلز كان ناقصها فلان، اوكي، مين من اي حقبه في اليوفي لاي حقبه في ارسنال؟ بس لعيبه كنت شفناهم. بس هو انا مش بالضروره اكيد انا هحكم على اللي انا شفته، بس انا مش بالضروره اختار احسن لاعب. يعني لو هنتكلم عن احسن لعيبه في اليوفي معروفين، نيدفيد، ديل بييرو، كليني، بونوتشي. اللي انت شايف ارسنال كان محتاجه. انا اقول لك اللي انا حبيته. يعني انا اللعيب اللي شفته مع اليوفي، طبعا في لعيبه كتير قوي حبيتها، بس اللعيب اللي انا حسيت ان انا غيران ان هو مش بيلعب عندنا، خصوصا ان احنا كنا في فتره سيئه جدا، كان هيفرق معانا بوجبا. ويمكن اختيار غريب شويه. والله انا عارف انه اختيار غريب، بس انت برضو لما قلت كده عارف ده بقى بوجبا ده تحطه بقى مع الفتره بتاعت مروان الشماخ وبنتنر يا جدع بقى. لا انت صحيت التروما في قلبي. ده كده فريق مؤهل للهجوم. انت قلت مروان الشماخ وانا ايدي بتترعش. لا بص، بوجبا كان كومبليت ميدفيلدر هو عندكم، بيعمل كل حاجه 6 8 10 اي حاجه لغايه اما راح مانشستر قتلوه. ففي الفتره دي احنا كان عندنا كوكلين وويلشر بعكاز، ورامسي يعني عارف اللي هو ايه، بيلعب كده على الهادي يروح يجيب جول، فاكر نفسه مهاجم. دي فتره سانشيز واوزيل. تخيل بقى لو سانشيز واوزيل والمرحوم اللي قدام ده اللي فجاه خد كل البطولات، الله يسامحه، احسن مهاجم في العالم، احسن مهاجم في تاريخ فرنسا، معدي مبابي، معدي فلا بوجبا. انا طبعا في ديل بيرو وفي زي ما قلنا وادجار ديفيدز ولا زيدان، بس لا بوجبا انا لما اتفرجت بوجبا في البرايم بتاعه دي حقيقه. دي حقيقه بالظبط. بوجبا في البرايم بتاعه كان قليل ادب يعني. يجي لنا بقى كده من 2012 ل 2015 كده. في الفتره، لا مش 2012 يعني، اعتقد كانت 2014 كانت بدايه جيرو. اتفضل يا اخ مهند. ماشي، انا هسالك سؤال ليه علاقه بمدريد وانت تجاوبني عليه. لو قلت لك الفتره بتاعت الملكي، الفتره بتاعت خميس رودريجيز في ريال مدريد دي، انت شايفها هو كان لعيب ناجح وجه فشل في مدريد، ولا هو اصلا كان لعيب اوفر ريتد وجه مدريد بان؟ بص، بما ان انت يعني شفت اوزيل عندكم والحته اللي شافه في ايفرتون بالظبط، شفت خميس في البايرن وفي الريال وفي ايفرتون ومع كولومبيا، وهي دي بقى نقطه التيتا بقى زي ما بنقول، هي الفتره بتاعت انت اول ما قلت خميس رودريجيز، انا طول عمري كنت بعتبر خميس رودريجيز ده مثال على حاجه بتحصل في الكوره. كان اتكلم عنها الباشا الكبير السير أليكس في الكتاب بتاعه. فالسير أليكس قال ان في او اكبر غلطه ممكن يعملها مدرب ان هو يروح يشتري لعيب بعد اي بطوله انترناشونال
بسبب تألقه فيها. اوكي. وسماها الريسنسي باياز، او يعني الانحياز لاخر حدث حصل. ممكن واحد يكون واحد لعيب عندك يكون ما حدش يعرفه عادي، راجل بيأدي دوره عادي يعني لعيب افريج، بس هو مع المنتخب حاجه ضخمه فبيروح بيأدي، فانت الريسنسي باياز انت شفته مع المنتخب ولسه البطوله خلصانه. ده اللي حصل في 2018 مع خميس، 2018 ولا 14. نعرف نشبه ده برضه باللي حصل مع ريناتو سانشيز بعد اليورو مثلا نفس الفكره. في لعيبه كتير امثله على الريسنسي باياز ده، بس في لعيبه نجحت طبعا. يعني ما هو بس لو بصيت قبل البطوله هو كان ناجح. ايوه لازم تبص اوفرول. خميس خطف عيون الناس، الاجوال بقى ويستلم ويلف على الطاير وبطل كولومبيا. الخميس لعيب محترم مع كولومبيا. بس كولومبيا فيها مين؟ احنا يعني كنا بنتكلم في مين تفتكر كام لعيبه؟ تفتكر كوادرادو فالكاو فعلا. خميس بقى البلاي ميكر رقم 10. لعب وداهم لدور الثمانيه ولا دور ال16، خرجوا بالبرازيل دور 16 او 8. فده لما راح ريال مدريد، لا معلش انا مش مستوى ريال مدريد عموما بقى، رايي بقى الايه الجينوين. طب انا اقول لك انا على حاجه. مش يمكن هو فشل عشان ريال مدريد ما بتلعبش ب10؟ طب وبايرن ما خلاص بقى هو كان مات. طب ايفرتون، طب وموناكو يعني طب موناكو ايفرتون جبناه في الفانتازي 3 أسابيع زي الفل الراجل زي، وبعد كده بدا ركب الزحليقه. لا مش قصه ب10، لو هنقارنه بين ارقام 10 لا مش ما يجيش مثلا الترتيب ال20 في رقم 10 في العالم. أوكي. حتى في ال10 سنين اللي هو لعبهم يعني. ماشي. فانا مش حاسس ان خميس فترته كانت وحشه في مدريد، لا خميس اصلا لعيب افريج. لا طلع خبير فعلا. طلع خبير. حلوه. طلع خبير فعلا. وقاري يعني خلاص يعني بعتذر لو انا قلت ان هو مش خبير، بس طلع خبير بس فعلا. الاسئله الجايه تقيله بقى فاهم. هتعوض في الفاينل يعني. انا اتسالت كتير. انا بص بدات انا شايف لا بصراحه خلاص ما بقتش شايف. بس يعني اسالكم انا بقى، ادوني فرصه يعني. ماشي. ماشي اسال انت الاول. اسال. ماشي. يوفي ولا ارسنال؟ زي ما بدأنا بأرسنال نبدأ بأرسنال، يلا. حلو. طيب ارسنال عامه عارفين تيكي تاكا واللعب الحلو وبتاع، وما ناخدش بطولات بس العين تحب تتفرج علينا، فعايزه نخرج بره خط الوسط والهجوم. قرد في عين امه. ايوه حتى دي لا يعني حرام عليك وجهه نظر. اتفضل. هنخرج بره الخط الوسط والهجوم. اللعيبه الحلوه فيها معروفه صح بيبانوا حتى في تاريخ ارسنال اللي انت شفته يعني. مين احسن مدافع عدى على ارسنال معاك بقى؟ ايه خلينا نقول المساكين، بلاش الباكات فيهم. طيب بص صعب لان عدى كتير بس ما جاش في حد مميز قوي، فانا هقول اسمين 3 واقول لك ايه. هقوم امشي. قال لك ديفيد لويس. هتسجني. ليه يا اسطى؟ كان جامد. ماشي. ومتهيألي في تشيلسي. لا او انا بتريق اكيد. لا هو في تشيلسي كان في تشيلسي، بس هو لما راح لهم كان مخلص كوره يعني. مخلص كوره بس خبره. طيب بص يعني انا عدى كده كوسينلي، وعدى كده كولوتوري، ولو كان ساليبا بدأ بدري شويه كنت غالبا هختار ساليبا وش، يعني ساليبا ممكن في المستقبل يبقى افضل مدافع عدى. دي حقيقه، احسن مدافع في العالم مش في ارسنال. دي حقيقه وممكن يوصل لها فعلا. في قلوب بتطلع. ساليبا بتطلع من عيني يا جدعان. بس المدافع اللي حسيت ان هو عنده كل مقومات المدافع والليدر سول كامبل. طبعا سول كامبل يعني فيزيكال مدافع، شخصيه قائد، عنده جرينتا، بيحب الكوره وما كانش بطيء زي مدافعين كتير عدوا يعني على ارسنال. صح. فبالتالي سول كامبل كان عارف الفتره بتاعت كل نادي كان عنده ايقونه. ايوه بيول، راموس، كانافارو، مالديني، سول كامبل. بس هو ما كانش باين يعني، ما كانش واخد نجوميته في نفس الفتره الهايب طبعا. وخد بالك برضه مش هيوصل للليفل ده قوي، بس هو بالنسبه للي عدى على ارسنال سول كامبل. ايوه. بونس كويشن جالنا منين؟ توتنهام. لا توتنهام. ايوه توتنهام. لعيب ده كان زي ما تقول خيانه السيزون. ايوه اوكي. دي كانت مصيبه يعني. بس انتوا ليكوا علاقه بالخيانات كتير ها.
بس لا اجابه تحترم يعني. اوكي زي الفل. ماشي. السؤال بقى بتاع ريال مدريد. اتفضل. زي ما بقول لك سؤال شخصي كده، سؤال ماشي. شخصي، مش الاستاتستكس واضحه. ماشي. فاحنا السؤال راجع لمهند. مورينيو ولا انشيلوتي؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر. زنقوا. وحشه قوي، وحشه قوي. هاشتاج مقصوده. يعني طبعا مش هتكلم كارقام. انا ارقام واضحه جدا، انشيلوتي طبعا يكسب وبفرق كبير جدا عن مورينيو في ريال مدريد. مش بتكلم مورينيو عشان كده قلت لك مهند. ماشي. بس انا لو هروح لحد انا هروح لمورينيو. مورينيو جه شال ريال مدريد من ضلمه كانت صعبه قوي، يعني كنا بنخرج من ليون في الدور ال 16 وكان متداس على وشنا، يعني اي حد كان معدي كان بيدوس على وشنا حرفيا. الضلمه بتاعت ريال مدريد دي الجنه بتاعتنا. لا بس تخرج من ليون في دور ال 16 دي، احنا خرجنا 3 سنين ولا سنتين ورا بعض من ليون في دور ال 16. خرجت المنافسه فيعني 3 سنين انا بقول لك 3 يعني ماشي ممكن فلته بتخرج يعني انا بقول لك 3 سنين بتلعب ليون في دور ال 16 بتخرج منها، ده ما اتعلمتش في السنه اللي فاتت. في حاجه غلط اكيد يعني. فمورينيو جه حط اللعيبه دي بقى، انت بتلعب بقى في ريال مدريد، فاهمهم يعني ريال مدريد، فاهمهم انت بتلعب كوره ازاي يا حبيبي، انت بتعمله ده قبل كده ما كانش ينفع. وطبعا بقى كانت في الفتره اللي مورينيو جه فيها كان فتره اللعيبه اللي هي برده جت فيها ريال مدريد برده ما كانتش يعني، كانت جت فتره كده اللعيبه بتاعتها كانت ده خدمه جدا طبعا يعني. بس طبعا مورينيو لا، مورينيو هو اللي جه طلع ريال مدريد تاني. ريال مدريد ما كانش شايف حاجه. دور ال 16 ده كان اقصى طموح ريال مدريد ان هو يعدي منه. وصلنا 3 سنين او سنتين مع مورينيو سيمي فاينال شامبيونز ليج، منهم مره خسرنا سيمي فاينال من بايرن في اسبانيا ضربات جزاء، والتاني من بتاع دورتموند. فلا انا هروح لمورينيو، لان هو انشيلوتي جه بعد مورينيو كمل اللي عمله مورينيو، كمل اللي بناه مورينيو السنتين او 3 سنين اللي فاتوا. مورينيو فلا انا ده من غير ارقام، هندخل ارقام في انشيلوتي واضحه جدا وصريحه ما فيهاش كلام. ايوه يغلب احد ده كده بيتفرج من زمان. ماشي. يوفي. اتفضل. يوفي. انا بصراحه سالت كتير. اتفضل. يوفي. برضه هيبقى حاجه كده شخصيه. تمام. بالنسبه لياسر واللي شافوا ياسر مع اليوفي، حتى بقى لو ايه حاجات قبل ما تشوفها بعينك بس انت اتفرجت عليها عادي يعني، كلنا عملنا كده. اعظم لعيب في تاريخ اليوفي من وجهه نظرك، وفي اختيارات هريحك. لا في اختيارات. ما تسالنيش السؤال ده. لا معلش في اختيارات. مين؟ في بص انا واخد من كل خط لعيب ماشي. بوفون. ما مش عارف اخد غيره بصراحه. انا ما تقولش ما اعرفش غيره. كليني. الندفيد. تمام. وصل دي البالون دور. ايوه طبعا دي ايه طبعا. لا وعادي يعني. لا ماشي خلاص انا هقول له اصل شكلها ما كانش بيوحي بالون دور. بالون دور. وهل يخفى القمر؟ ديل بيرو. حبيبي ده اصعب سؤال يعني اتسالته في حياتي له علاقه باليوفي يعني، وما بحبش اتساله اصلا. بحس ان انا عارف لما تختار بين عيالك اللي هو ما ينفعش. لا انا مقدر. طيب يعني انا هقدر استثني كليني لانه ما حضرش البرايم بتاع اليوفي وما شافش اليوفي المرعب. ولو ان كليني طبعا يعني هو شال اليوفي في اوقات ما كانش في حد غيره هو بونوتشي يعني. بس مش هيبقى كليني. وندفيد طبعا يعني واحد لعيب معاه البالون دور، فمش انا اللي هقيمه. هو ندفيد يعني. بس ندفيد ما طولش صح؟ لا قعد في اليوفي بس بوفون وديل بيرو قعدوا اكتر بكتير قوي. فبرضو لنفس السبب هستثنيه. هيبقى بقى كليني وندفيد اوت. ماشي. هيبقى بقى هو عايز يوصل لبوفون وديل بيرو في الاخر يعني، هو بيعمل كل ده عشان يوصل لبوفون بالراحه على اللعيبه بالراحه بالظبط. بوفون وديل بيرو انا اصلا يعني هي معلومه انتم المفروض اكيد عارفينها يعني، ان اللي حببني اصلا في كره القدم وفي اليوفي كان ديل بيرو. يعني اصلا يوم ما اتفرجت على كوره كان ديل بيرو. ايوه. فان ديل بيرو ده عشق ما عيب يعني، عيب تختار حد غير ديل بيرو. لا انا مستنيه يختار ايه عشان هرجع له. ايوه انا عارف مستنيه يختار ايه عشان هو فوق والباقي هنا. انا حاسه هيفاجئني. لا انا مستنيه يختار. انا هفاجئك. بس هو بوفون هو الاعظم على الاطلاق. انا كنت مستنيه يختار حاجه غير كده. في تاريخ الكره الايطاليه وفي تاريخ اليوفي وفي تاريخ كل حاجه. الكره الايطاليه طبعا عدى باجيو وعدى طبعا
وعدى مالديني وعدى اي اسم ممكن يعدي على الكره بيجي على مالديني كمان. وكويس ما كفوش وكويس انتوا الاثنين ما بتشجعوش حد ما كفوش ديل بيرو دخل على مالديني. وكويس انتوا ما بتشجعوش حد الدوري الايطالي عشان ما كناش مسكنا في بعض. بس انا بحب اليوفي، يعني انا النادي بتاعي في ايطاليا اليوفي، بس انا مش هروح لبوفون بصراحه، بس يعني بوفون محدش يقدر يقول حاجه. طيب ماشي، فاضل سؤال. ماشي فاضل سؤال. سؤال عن ارسنال. ماشي. ميكيل ارتيتا ماشي. كمان 5 6 7 سنين كده لما جوارديولا يختفي من الساحه وانشيلوتي يختفي من الساحه، انت شايفه فين في الترتيب كده في التوب 5؟ لو كان لسه صعبه دلوقتي انها يتحكم عليها، بس لو فضل مكمل بالخطوات اللي هو ماشي بيها، يعني سيبك من ما بياخدش بطولات، ما لسه ما حققش حاجه، بس هو هتيجي يا باشا بالظبط. هي هتيجي السيزون ده او اللي بعده فهي هتيجي، بس هو الفكره سجل يا تاريخ علشان هنرجع للحلقه دي ان شاء الله شهر 5 2025. دي ستيتمنت. النهارده كام؟ 27/8. اتفضل. لو فضل مكمل على الوضع اللي هو فيه ده وفضل في ارسنال ما فضلش يخبط ما بين انديه، لان اللي كان بيخبط ما بين انديه كتير كان دايما بيتنسي او كان دايما هو لو ليفل جوارديولا ممكن يخبط عادي ويفضل. بس جوارديولا لما كان بيقعد حبه. جوارديولا ما خبطش، هو 3 انديه بس هو قاعد يعني بيقعد فيهم بيقعد شويه. فاهم. يعني انا لو جيت قلت لك انشيلوتي في باريس انت مش فاكر انشيلوتي في باريس. لا طبعا. لو جيت قلت لك انشيلوتي في بايرن انت مش فاكر انشيلوتي في بايرن. انا فاكر اي سي ميلان وريال مدريد. يعني هقول لك لو قلت لك انشيلوتي في تشيلسي انت مش فاكر انشيلوتي في تشيلسي. لا يعني هديك اكزامبل تاني عشان نتفرج على الدوري الانجليزي. جاتوزو درب بقى نابولي واي سي ميلان بقى بالزبط. وراح الدوري الاسباني فالنسيا وايه ده؟ راح الاسباني والله. فعمره ما حد يفتكره كمدرب. دي حقيقه بس هو لو فضل مكمل مش هقول لك انه يقعد في ارسنال طول حياته، بس هو لو فضل مكمل على اللي هو بدأه وعلى اللي هو ماشي بيه، اللي هو لا انا بطبق الخطه بتاعتي، انا عندي حاجات حتى لو هو مش عارف يعملها 100%، بس انا عندي حاجات عايز اعملها يقدر ان هو يطبقها، لا هيوصل لحته وهيقدر ان هو ياخد بطولات وهيقدر ان هو يبقى رقم من 1 ل5. من 1 ل5. ما هو الفكره ان انا مش عارف مين ال5 دلوقتي عشان اقدر يبقى عندك تشابي الونزو وعندك مين بيرلو جيرارد لامبرد جاتوزو يعني هيبقى هو وتشابي الونسو. لو تشابي الونسو فضل مكمل على اللي هو فيه، بس انا هحط ارتيتا الاول. ده انا هحط الاول الونسو اول. صلي على النبي. بس لا بس خلي بالك اخويا، بس هو تشابي الونسو ما بانش غير سنه. انا شايف ارتيتا بقى له 2 3 جاي منين؟ وده مع ارسنال وده مع باير ليفركوزن. ماشي بس ده دوري ده خد كل حاجه وده ما خدش حاجه. باشا انت في حاجه ناسيها، في عنصر انت ناسيه. هاري كين باشا، اللعنه حلت هناك. معلش. الراجل راح خد الانفنس بصراحه انفنسبلز واول سنه، بس هو كلامه صح. يعني ارتيتا شايفينه بقى لنا 3 سنين بالظبط. اوكي حبيبي الله يخليك. ودي كانت اول حلقه مع ضيفنا والخبير الانجليزي. طلع خبير فعلا. المحترف من الدول العربيه اللي جبناه في صفقه لمده حلقتين. اتمنى ان الحلقه تعجبكم، واتمنى ان ارائكم تبقى ماشيه مع ارائنا لمصلحتكم، يعني لان واضح هتيجي مكانه بالظبط. هتيجي مكانه. هو عرق اول دقيقتين يعني. اللي بيعارضنا بيجي مكانه. مستنيين منكم الدعم في اللايك والشير والسبسكرايب، ونوزع على اصحابنا في القهوه، ونشوفكم الحلقه الجايه.